إذن الإخوان، 1000 مليون تريليون مبروك للمنتخب المغربي. قل من 20 سنة. هذاك خونا اللي تيقول لك هذوك الناس راه أشبال، هذوك راه أسود حقيقيين. أقسم بالله العلي العظيم إلا ما يمكنش واحد الهبة، ترى لا يمكن. وبطبيعة الحال الإخوان مع من غادي نبداو كيف ديما، غادي نبداو مع خوتنا الهكاويون. خوتنا الهكاويون اللي كما قالوا على المنتخب قبل ما يلعب مع اي فريق، نفس الهضره كتبقى تعاود. تسمعوا مع شنو قالوا عاوتاني على المنتخب المغربي قل من 20 سنه فاش كان باغي يلعب مع امريكا. نفس السين كتبقى تعاود. هذوك خونا اللي كاتب لهم السيناريو كاتب لهم نفس الهضره ونفس الكلام. تصنتوا مع شنو كانوا كيقولوا. أتوقع خسارة المغرب ضد أمريكا لأقل من 20 سنة في ربع كأس العالم، لأن ما وصل إليه المغرب يعتبر حظ فقط، وقوة منتخب أمريكا ستجعل المغرب تخسر في اللقاء. لذلك أتوقع فوز منتخب أمريكا على المغرب. إن منتخب الولايات المتحدة يمشي إلى الدور النصف النهائي، إن يمشي للنهاية، ربما يقابل الأرجنتين. اليوم راح نشوفوا خسارة المنتخب المغربي، الأفضلية من جهة أمريكا. المنتخب الولايات المتحدة يعني تنظيم محكم، يعرف الكرة جيدا، وشفنا كيفاش يلحق المنتخب الولايات المتحدة، يبقى واحد من أفضل في العالم. فالمنتخب المغربي سيواجه المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. المنتخب أمريكا قوي في كل الخطوط، حارس مرمى من أحسن الحراس في العالم، دفاع وسط ميدان، هجوم يسجل يمد تمريرات حاسمة. هما عندهم اللعب التقني والخشونة ما مش سهلين. أظن المقابلة راح تكون صعيبة. الأفضلية بالك الناس يشوفها بزاف من جهة أمريكا، ولكن المقابلة راح تكون خشينة، وكما يقول لك اللعب الاندفاع البدني كما قال سفيان. منتخب كبير بلاعبيه كما تشوفوا الإخوان، يعني واحد الحاجه اللي كتبدل، يعني حاجه واحده اللي كتبدل هو الخصم. فهمتيني؟ مره كتكون الامريكان، مره البرازيل، مره اسبانيا، مره كوريا الجنوبيه. يعني نفس اللعيبات اللي كيبقاو يتعاودوا كيبدلوا غير الخصم. فهمتيني؟ الخصم هو اللي كيتبدل. ولكن المغرب نفس التحليل نفس كل شيء. دور محللين كيدوزوا في بلاطوات. انا الحاجه اللي بغيت نقولها لكم هي ان شاء الله بربي. شوفوا مع الاخوان الناس الحقيقيين، الناس اللي كيحسوا. دابا تخيلوا معايا الاخوان، انا اقسم بالله العظيم حنا فهمتي حنا نديروا راسنا في بلاصه الجزائريين. دابا تخيل معايا كاينه كاس العالم قل من 20 سنه في العالم كامل، الافارقه كلهم مشاو، العرب كلهم مشاو، بقات فرقه واحده. تخيل معايا بقات فرقه واحده اللي العالم كامل كيشوفك كتنافس. واش ما غاديش تشجعها صاحبي؟ ترى لا يمكن. اقسم بالله ما كتدخلش الدماغ. راه واخا يكونوا فيك فهمتي واحد فهمتي غرام واحد ديال العروبه، راك غادي تشجع ديك الفرقه. وشوفوا معايا الاخوان، شوفوا معايا الناس، يعني المحللين الحقيقيين، وشوفوا معايا العرب الحقيقيين شنو كيقولوا على المنتخب المغربي. خضروا معايا ويناتكم. احنا عاملين نسقف للمغرب من اول البطوله، لكن هنا مش نسقف بس، نصفق وننحني اجلالا واحتراما وتقديرا واجبارا. الهي يا رب ربنا يبارك لكم، والهي يا رب دعوات امهاتكم توصل لكم وتاخدوا البطوله يا رب. وحتى لو ما خدتوش البطوله انتوا في عينينا ابطال. يس يس يس، ما توقعت والله. الف مبروك الف مبروك. روح النهايه، روح الله يخليك، روح امريكا اوت، روح. منتخب المغرب الى نصف نهائي كاس العالم. يا له من منتخب يا عزيزي، اقسم بالله يا جماعه اللي بيعملوه منتخب المغرب في البطوله ده اعجاز يا جماعه، اعجاز. بس مش اعجاز على مشروع مستمر وبيتطور كل سنه عن التاني، مشروع بنتكلم فيه اكتر من سنتين تقريبا الى الان. يستاهلوا كل خير على الاجتهاد ده يا عزيزي. المرعب اكتر مش في الوصول لنصف النهائي، لان ده ما شاء الله اللي اتعودنا عليه مع منتخب المغرب في كل الفئات السنيه اخر فتره. انا المعجزه بالنسبه لي يا عزيزي ان مفاجاه البطوله الحقيقي لو منتخب المغرب فاز بثلاثيه على مفاجاه البطوله بالنسبه لكل الاعلام الغربي، او حتى من ادائهم في البطوله. امريكا كانوا عاملين بطوله هايله لحد ما قابلوا منتخب المغرب. اما ده يا عزيزي فوزبيري افضل لاعب في البطوله، كان هينافسه ممكن لاعب المكسيك اللي خرج خلاص. الشباب تحت ال20 سنه على خطى الكبار بيقرروا انجاز نصف نهائي كاس العالم غير المنتخب الاولمبي. الفكره في الانجاز صعوبه المشوار والمنتخبات القويه اللي قابلتها. باذن الله البطوله تكون من نصيبهم. يا المغاربه ولا غير بصحتكم وتستاهلوا والله يا خوتي. غير المنتخب المغربي اليوم اللي شاف المقابله غير المتعه، عندهم واحد المساغ الله يبارك وربي يبعد عليهم العين ان شاء الله. المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الامريكي 3-1 خوتنا، وما كان تجي تقول الامريكان ماشي بلاد البالون. المنتخب الامريكي في كاس العالم هذه ربحوا المنتخب الايطالي 3-0، ربحوا ثاني فرنسا. يا اخي فرنسا بلاد البالون، فرنسا مدرسه، ربحوهم 3-0 كيف وربحوا واحد البلاد والله ما لا بالي وسمات 9-0. ما كوش ما عندك اقوى هجوم. انا درت فراسي اليوم يطيحوا مع المغاربه، قلت بالك يربحوهم الامريكان ملاح،
والله غير حبسوهم وربحوهم اداء ونتيجه. والله غير عندهم واحد المساغر يا خوتي الله يبارك. المنتخب المغربي اول مره راهم في نصف نهائي كاس العالم، ماشي نورمال خوتنا. الله يبارك وربي بعد عليهم العين ان شاء الله، وان شاء الله تديوها. انا قاع معاكم، انا الاول اللي مبارك لكم، وان شاء الله تديوها. والسلام عليكم. فخر بحق وحقيقي، اسود الاطلس وهم اسود بجد. المنتخب المغربي بيواصل الابداع والتالق وبيكمل مسيره الازدهار في الكره المغربيه، وبيقدر يفوز على منتخب امريكا ب3-1 في دور الثمانيه ويصعد لنصف نهائي كاس العالم. وان شاء الله باذن الله انا متوقع ان شاء الله ان المنتخب المغربي هيقدر يحقق كاس العالم تحت 20 سنه، عشان يدي درس لكل المنتخبات الافريقيه ان الكورة مثال للاجتهاد والتطوير والعرق وكل حاجة ليها علاقة بالتعليم وبالتطور وبالخطط المدروسة. في واحد صاحبنا امبارح كان في لقاء، طلع من الدور الاول قال لك انا ما فشلتش، انا خرجت سوء توفيق. هو كسبان اخر مباراة قدام منتخب وضيع بركلة ركنية وركلة حرة وبأداء غير مشرف، وفي الاخر يقول لك انتوا بتحاسبوني ليه؟ انا ما فشلتش. لا جديد يذكر وقديم الأسود دائما يعاد. أسود الأطلس، من قال إن أشبال أو صغير الأسد هو شبل؟ لا والله، والله صغير الأسد هو أسد أيضا. أسود الأطلس يقصون ويضربون أبناء العم سام في مونديال الشبان دون 20 سنة، مونديال الأسود، سنطلق عليه مونديال الأسود. المغرب تضرب أبناء العم سام بثلاثية وتذهب لسيمي فاينل، مربع ذهب، VIP، المكان اللي خلاص أصبح يليق على الكرة المغربية تماما. فبعد الإنجاز الكبير في مونديال قطر 2022، ها هنا أسود الأطلس القادمون بقوة دون 20 سنة بيحجزوا مكانهم وسط الكبار وموجودين في سيمي فاينل، البطولة الأكبر، البطولة اللي بتهيئ اللاعبين الصغار لمستقبل مشرق. سنرى مستقبل مشرق قطعا لكرة القدم المغربية اللي أنا أصبحت واقع في حبها صراحة. أنا بحب الكرة المغربية جدا، الموضوع مش رياء. المغرب من اللحظة دي أصبحت فخر العرب وفخر الأفارقة وفخر الأمازيغ، علشان ما حدش يزعل مننا. مليون مبروك لعشاق الكرة المغربية، مليون مبروك لكل ما ينتمي لكرة القدم الجميلة وما يقدمه المغاربة دائما على كل المستويات. أنا كنت واثق في شباب مغاربة كتبوا لي لا أمريكا صعبة علينا، ما راح نقدر، راح نطلع. أنا كنت متأكد إنه أمريكا مش صعبة، اللي هزم البرازيل وهزم إسبانيا راح يهزم أمريكا، وهاي النتيجة. شوف المغرب وين؟ المغرب في نصف نهائي مونديال الشباب للمرة الثانية في تاريخ المملكة المغربية. 1000 مليون مبروك لكل الجماهير المغربية حول العالم. مربع ذهبي يستحق الذهب المغربي بكل صراحة، الذهب للذهب. وإذا كان في رجل يجب أن تقال فيه القصائد اليوم فهو الكابتن محمد وهبي، اللي أدار المباراة بشكل خرافي. مدرب مغربي محترم قوي جدا جدا جدا. المنتخب المغربي بشوط المباراة الثانية على فكرة هاجم 10 دقائق فقط، سجل الهدف الثاني وتراجع ولعب على المرتد وعلى الهجمات العكسية، وسجل الهدف الثالث في نهاية المباراة عن طريق ياسين جاسم أعتقد اسمه اللاعب. ما شاء الله على هذا المنتخب، ما شاء الله. تبديلات بمكانها. شوف البديل اللي نزل رقم 11 أعتقد اسمه أبو مسعودي تقريبا، هو اللي سبب ضغطه، سبب الهدف الثالث اللي أنهى المباراة وخلص كل شيء بالنسبة للمنتخب المغربي. تحية تقدير وشكر وإعجاب بعثمان معمى للمرة العاشرة. عثمان معمى لاعب خارق، لاعب رهيب، لاعب سيكون له مستقبل كبير جدا جدا جدا. الهدف الأول منه صناعته بالكعب، الهدف الثاني كان من هجمة هو قادة راحت لتماس، من التماس اجى الهدف الثاني. فأداء خرافي، لاعب على اليمين، لاعب على اليسار، مساندة دفاعية رائعة، ارتداد، حفاظ على الكرة، سرعة ما شاء الله، قوة بدنية ما شاء الله تبارك الله. زهواني، زبيري، كل اللاعبين كانوا، خليفي، كل اللاعبين كانوا ممتازين. قلبي الدفاع رائعين جدا. فألف مليون تريليون مبروك لهذا المنتخب المغربي العظيم اللي أنا بتوقع له من اليوم
أنه راح يكون مستقبل الكرة المغربية لسنوات طويلة قادمة، لأنه هذا الفريق ذكي وعنده القدرات وعنده الموهبة وعنده العزيمة والإصرار. فالآن ننتظر النرويج أو فرنسا، ما عاد نخاف من حدا، انتهى الموضوع. مبروك يا مغاربة. سمعتوا معايا دابا فهمتينا خي الهكاوي، هادو الناس هادو راه بساط، هادو ما عندهم لا استوديو تحليلي لا والو، عاد التليفون رينغ لايت بسيطه وشوف الهضره كيفاش دايره وشوف كيفاش كيوصلوا المعلومه. اخوان هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، كان واحد الفيديو بسيط فهمتيني، واخا كنصور دابا معطل ديال بصح، ولكن ولا بد خصني نحط فيديو على المنتخب ديالنا، مازال جايين بزاف ديال الفيديوهات واعرين في الطريق ان شاء الله. هادشي اللي كاين، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي.